والمؤمن ضعيف في لحظات ديال حلاوة العبادة وإشراق النور على القلب، كيتمنى الإنسان يكون الدنيا والزمان كله رمضان، وربي تعالى عالم سبحانه أن العبد ما يقدرش، ولكن هذيك حالة ديال الفرح والأنس بالله كتجي للإنسان، فتلك علامة على أن هذا العبد إذن موفق في عبادته، وأن الله عز وجل هي إشارة على أن الله عز وجل قد أجابه. تجاوب معك ربي سبحانه وتعالى، هذه إشارة لطائف تتنزل من السماء، أجابك شاكرا ما عملت، وهذه من تجليات اسم الله عز وجل، وهو اسم من اسماء الحسنى الشاكور. صيفط لك بنادم ميساج رساله مكتوبه، اش درتي انت؟ سكريني فيها وصيفطتيها، خيانه للامانه. ربي كما كيشكر الله تعالى العباد ديالو، يعني شكر الله عباده شي واحد تيهضر معاه يغرقهم في نعمه بما لا طاقة لهم على تستأذن من صاحبها. ومن أعظم فلان هذا الكلام هذا اللي كتقول لي راه مهم جدا وضروري ان الخوت يعرفوه. أنعم الله عليه الله يجزيك بخير، ممكن تسجل المكالمه من أنعم الله عليه بالقرب والتقريب كيقربوا لعنده سبحانه. ما كاينش اشكال مرحبا. ويشعر العبد انا هذا الكلام قلت لك انت ما كتعيش غربة في الدنيا، انا عندي معاهم كلام انت مع الله دائما. ما بغيتهمش كلا لا تطعه خليهم ياكلوا لي في العرض واقترب. ديالي تناخذوا غدا حسنات.